ولاننا فرنتشر ديزاين هاوس فكل يوم بنقابل قصه وحكايه جديده. دخل عليا كابل باين على وشهم ملامح التوتر، بدات اتكلم معاهم عشان اعمل لهم الديزاين المناسب ليهم. بدات احط ايدي على المشكله، البنوته بتميل للديزاينز النيو كلاسيك لكن جوزها عايز كنبه مريحه وفرنتشر بسيط. طيب التشالنج ده بنقابله كل يوم تقريبا، ازاي نحله؟ تعالوا اوريكم. بصوا ديزاين السفره واخد بساطه ونعومه المودرن، مفيش حفر ولا قايمه، لكن في روح وفخامه النيو كلاسيك في الكيرف والرينج اللي في ظهر الكرسي وقشره البوفيه. زي ما انتوا عارفيني بقدس اللينك بين السفره والصالون، عشان كده صممت الكنبه بخطوط كيرفد انسيابيه جدا براحه وبساطه المودرن، لكن مع لمسه الخشب في الظهر والقماش الفيلفت، مع ديزاينز للارم تشيرز بميكس بين الظهر الكلاسيك والرجول المودرن، وقاعده مريحه قد الدنيا، وكوفي تيبل لاكجري مودرن وكرسي هزاز عشان اكسر الملل. ولاني ركزت مع الكونتراست دمجت بين لون الخشب الدافي مع البيج الهادي وكسرتهم بلون تيل، وتداخل الالوان ده عمل لي عمق وشخصيه للمكان خطير. اما الذهبي بقى اخترته مش بيلمع ولا يضايق العين، لا، برش جولد مطفي، فريم المرايه، رجول الترابيزات. وطبعا لان الانطباع الاول بيدوم الانترانس هو اهم جزء عندي في البيت، وعشان كده استخدمت كونسول بنفس روح وخشب السفر مع مرايه ارت ديكو ضخمه وسعت المكان، لان بمجرد ما بتفتح باب الشقه عينك بترتاح لان في خط واصل وتناوب بين المدخل وباقي البيت.